السلام عليكم. هو احنا ليه محدش بيحس بينا وبيدعمنا وبيقف جنبنا؟ الأحداث الأخيرة اللي حصلت لإخواتنا في الأراضي المحتلة أحداث بتدمي القلب وبتحسس الواحد بالعجز، في نفس الوقت بيستهي في أي مشكلة شايفها حواليه قصاد المصيبة اللي إخواتنا فيها. وهنا بيجي السؤال، احنا ليه محدش بيدعمنا أو بيقف جنبنا؟ عكس أي حدث بيحصل في الغرب الدنيا بتقوم ما بتقعدش. مبدئيا كده لازم تعرف إن عدد اللي ما تسموش في الأراضي المحتلة بتاعتنا حوالي 9 مليون، وحول العالم كله 15 مليون بس. يعني بالنسبه لينا كوطن عربي اللي هو 400 مليون ممكن ندوس عليهم واحنا ماشيين كده عادي. يعني لازم تبقى عارف ان مفيش حد في الدنيا كلها بيحب بطاقيه وضفاير، وده لانهم اكتر شعب عنصري في الدنيا. مثلا هم ما عندهمش دعوه او التبشير زي الاسلام والمسيحيه ان هو حد يخش في الدين بتاعهم. هم شايفين ان هم شعب الله المختار ومفيش اي حد يجي من بره يدنس العرق بتاعهم، وده بيفسر عددهم القليل لحد دلوقتي مقارنه بالاديان الاخرى. وتاريخيا ومن قديم الازل مفيش مكان بيروحوا فيه الا بيزرعوا فيه المشاكل والحروب والفتن، وكل مكان يروحوا فيه يتم طردهم بعد فتره معينه، لدرجه ان هم كانوا بيواجهوا موجه اضطهاد كبيره جدا في اوروبا. وطبعا كلنا فاكرين ابو شنب شابلي عمل فيهم ايه، وده من عمايلهم المنيله. طب ازاي بياخدوا الدعم ده كله ومحدش طايقهم اصلا؟ تخيل ان العدد الضئيل ده بيتحكم في جزء كبير جدا في الاقتصاد العالمي. لو جيت بصيت كده في الافلام العرب القديمه قبل 48 و67 هتلاقي دايما ان الجواهرجي واللي بيسلف الشارع كله بفوائد عاليه هو ابو طاقيه وضفاير. طب جابوا الذهب والفلوس ديت منين؟ ده موضوع يطول. ده النظام اللي تبعوه من اول القرن العاشر لحد ال 18، سلف هنا وهناك وبفوائد وادفع هنا وهناك، وده اصلا سبب انتشارهم في اوروبا. في القرون القديمه كانت الكنيسه منع الاقتراض وبالفايده. مين بقى هنا اللي بيسلف وبفوائد؟ اخواننا البعض. والكلام ده كان في انجلترا بالذات، وده كان من ضمن الاسباب للوعد المشؤوم بل لا يملك لمن لا يستحق. فالغرب والولايات المتحده بيقدموا الدعم ايا كان نوعه وايا كان شكله، ده لانهم عاوزينهم شوكه في الشرق الاوسط. لان قبل الحرب العالميه الاولى كان الشرق الاوسط كله حته واحده تبع الدوله العثمانيه. بعد تفتيت الدوله العثمانيه لازم يبقى لينا شوكه في النص تفرق هنا وتفرق هنا وتعمل مشاكل هنا وتعمل مشاكل هنا. وفي نفس الوقت هو بيدفعوا الثمن والثمن بكتير. الغرب وامريكا بيديهم الدعم المطلوب عشان يفضلوا وسط الشرق الاوسط. هم قادرين ياخدوهم يحطوهم في اي دوله في اوروبا او في امريكا، لكن احنا عارفين تاريخهم قبل كده. ليه ناخدهم عندنا؟ خليهم شوكه في قلب العرب، في الوقت بناخد اللي احنا عايزينه. طالما الناس دي واخده الثمن هتفضل تدعم باي شكل في السوشيال وفي الاعلام وتقف معاهم في كل حاجه ضد، وانت لا حول ليك ولا قوه. وانت هنا بتعود على كل ما هو عربي. انت اصلا بالنسبه للغرب ايه؟ ما حد سيد قرار الا من رحم رب. وانت برضه بالنسبه لهم سايب اخوك الصغير بيطحن من 48 والاخوات الكبار واقفين من بعيد بيشاوروا لاخوهم الصغير وبيقولوا له هنبعت لك تلج اتضرب كويس. واحد داخل حدوده واخويا بره الحدود يولي شكل عقلاني. انا مش بتكلم يلا لموا جيوشكم ونروح نحارب، لكن لو الاخوات الكبار اتحدوا في الكلمه والموقف والتحرك هتفرق كتير. الحل مش عسكري بس، انت تقدر انت واخواتك الكبار تتفقوا على كلمه. تقدر تضغط بالبترول، تقدر تضغط بالغاز، تضغط بطرد السفير وقطع العلاقات، انك حتى توقف الضرب في اخوك الصغير. تخيلوا العرب مع بعض تاني اكبر دوله في المساحه وثالث في السكان ورابع في الاقتصاد وثالث في الجيوش. كل اخ من الاخوات عنده اللي ناقص التاني. وانا متاكد ان الشعوب العربيه كلها نفسها هيحصل وحده ونقف كلنا وقفه راجل واحد قصاد اي حد. اصل خد بالك انت مستني ايه؟ ما هو لو خلص على اخوك الصغير وهجره من ارضه هيبقى فاضل ايه؟ هيمشي على الاخوات واحد ورا التاني. ما انت عارف حلمه من النيل للفرات ليس لها من دون الله كاشف. اخواتنا في الاراضي المحتله بيشوفوا اهاليهم وشغلهم وحياتهم وبلدهم بتتباد قدام عينيهم بدون اي انسانيه ولا ذره احساس ورحمه. والله العظيم مستحيل اللي ما يتسموش دول يكون عندهم ذره شعور واحده. ده الحيوان بيحس وعنده جزء من الرحمه، لكن دول حاجه احقر واقذر من اي حاجه ممكن عقل الانسان يتخيل. حسبنا الله ونعم الوكيل. مالناش غير ربنا ندعي له وندعي لاخواتنا واهالينا ربنا يكون معاهم وينصرهم ويصبرهم على اللي هم فيه، واللي قادر يساعد ويتبرع يشوف الهيئات والمؤسسات المختصة والموثوق فيها ويساعد باللي يقدر عليه. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد بنية الفرج والنصر لاخواتنا. ولحد هنا الفيديو خلص. ادعوا كتير لاخواتنا هناك يا جماعة. كنت معكم مصطفى سعد والسلام عليكم.